دقيقتين طبعا عشان بعد كده استاذنا الكبير المبدع الاستاذ ابراهيم حجازي بدايره الضوء. طبعا هم دقيقتين اتنين كابتن، دقيقتين نقسمهم على بعض. هو بس انا كنت عاوز اتكلم بالنسبه للهدف الملغي للنادي الاسماعيلي اللي احرزه شوقي السعيد. طبعا الهدف دوت الحكم بالنسبه له احنا بس بنحييه على اداؤه في الاول، لكن وهو بشر فمعرض للخطا، انما الهدف ده كان هيغير كتير من طريقه الشكل والاداء بتاعه النادي الاسماعيلي، لان ده كان هدف تعادل وكان يدور على مكسب. طبعا لانه هدف سليم 100%. اكيد طبعا اكيد طبعا حامل الرايه طبعا الثاني، فديت كانت تغير من الشكل والاداء بتاع النادي الاسماعيلي بثقه قوي يعني وفي رافع. دي حاجه. والحاجه الثانيه طبعا النهارده نص الملعب بتاع النادي الاسماعيلي متاثر بغياب محمود عبد العزيز في نص الملعب، لانه كان بيؤدي الواجبات الدفاعيه في نص الملعب، فباين عليه التاثير بتاعه هو وعمرو سوليه ومحمود متولي. فديت مع طرد كمان محمود حمد في نص الملعب اللي بيؤدي الادوار الدفاعيه، انما هو حسني طبعا قاموا بالدور، لكن الحمد لله نحاول بالنسبه للنادي الاسماعيلي يبقى في تعويض في المرحله الجايه ان شاء الله. كابتن ختام، هو في ايجابيات كتير النهارده النادي الاسماعيلي بغض النظر عن النتيجه. انا في الاول قلت لك انا بعذر الكابتن احمد العجوز عشان الاوراق عنده مش كافيه، الحلول عنده ضعيفه. النهارده لو عندي ناس جاهزه زي مثلا بتروجيت الكابتن مختار بيطلع مروان، بينزل جون تيبي، يعني في ناس عندها تغييرات. سموحه بيخرج حمودي، بيطلع العجيزي، بينزل بابا اركو، عنده حلول قويه. لكن انا بقول الاسماعيلي النهارده كسب حمص، الاسماعيلي النهارده كسب النهارده عوده حسني عبد رب المستوى الطبيعي، كسب الروح انه كان يعني اكتسبوا الشغل على الاجناب، عمل هجمات كثيره جدا، سهل كان يكسب لكن ما فيش نصيب يعني. كابتن ابو طالب شرفتنا ونورتنا. شكرا ربنا كابتن عطيه شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن محمد. اعزائي المشاهدين كده وصلنا لختام الاستوديو التحليلي لمباراه الاسماعيلي والمنيا، تعادل 1-1 لكل من الفريقين. شكرا كل الشكر رامي محسن، محمد بيومي، واحمد عبد الظاهر، ومصطفى نوير، ومحاتب منير معلقنا. بعد الفاصل